واستسلم لأغلال الشيطان ودخل في علاقة غير شرعية مع مرت عمو الجيلالي. تلاقات الأجساد ديالهم في الظلام في علاقة سرية وسخونة. عادل خرج مقهور في ديك الليلة الكحلة والدمعة في عينيه وكيحس بالظلم والقهرة والغل شعلو في قلبه. النار ما كتطفاش. 30 عام هو كيعرق وكيبني في ديك الأرض حجرة بحجرة، وفي الآخر يتلح في الشارع حافي بحال شي كلب، حيت عمو اختار يتصنت لمرتو اللي يلاه تزوج بيها وما عرفش باللي هي الفعة بصفة إنسان. في ديك الليلة عادل مات فيه الشاب الدرويش واللي كان كيحترم العم ديالو وديرو في مثابة الأب ديالو، وتولد فيه راجل آخر، راجل قاصح. وهذا الشيء اللي غادي نعرفه في هذا الجزء هذا. خليكم معنا. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف القناة ديالي ما تنساش تتابعنا وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونخليكم مع القصة ديال عادل. عادل كان مستعد يدير أي حاجة باش يرجع حقه ويرد الضربة على اللي غدروه. دازت أيام قليلة وعادل جالس في دارهم الصغيرة كيشوف فمو مسكينة كتبكي. عرف باللي الشرف والنخوة ما غينفعوه بوالو. عمو اللي ضحى معاه ما عقلش عليه. هز التليفون ودخل النمرة ديال فاطمة الزهراء مرت عمو الجيلالي اللي كانت ديما كتصيفطلو في الواتساب وما كانش كيجاوبها. قرر يصيفط ليها ميساج قصير في الليل وقال ليها: عندك الحق فاطمة الزهراء، انا اللي كنت هبيل. الجيلالي جرى عليا وما عقلش عليا. داكشي اللي كنتي كتقولي لي عاد فهمته وعرفت باللي بنادم دوز بيا غير سنين ديال تماره وفي التالي لاحني بحال شي عظم. انا مستعد الا بغيتي نطوي الصفحه القديمه ونبداو صفحه جديده. قال ليها: الا بغيتي نتلاقاو ونجي عندك في بيت الخزين ما عنديش المشكل، نرصيو الوقت اللي ما يكونش راجلك ونتلاقاو. فاطمه الزهراء غير قرات الميساج وجهها تنور ورجعت لي هذيك الابتسامه وقالت مع نفسها: يا قلتها لك السي عادل، قلت لا درت فراسي شي حاجه كنوصل ليها. المهم ردت عليه في داك الرساله في ديك الليله وقالت ليه: السي الجيلالي ناعس ومهدود بالدوايات ديال السكر، ولكن في الواقع هي كتعطيه دواء اخر. انا غادي نسلت من حداه وغنخلي الباب محلول، انت منين غادي تجي راك عارف بيت الخزين فين كاين. المهم عادل دخل ولقاها في بيت الخزين كتستناه. لقاها بالبيجامه ديال الناس خفيفه. عادل ما بقاش داك الدري اللي كان كينزل عينيه في الارض. شاف فيها وقال ليها: الجيلالي باغي يعيش سرفو على حسابي. دابا فاطمه الزهراء انا ديالك والفيرما والارض خاصها ترجع لينا بجوج، والجيلالي خاصو يخرج منها بلا حمص بلا زبيب. فاطمه الزهراء ضحكات هذيك الضحكه الساحره ديالها وقربت منه بزاف وقالت ليه: كنت عارفه باللي غادي ترجع عادل. ولكن فاطمه الزهراء ما كانتش غبيه لديك الدرجه باش تثق في الهضره ديال عادل. قالت ليه وهي كتشوف في عينيه: ولكن انا ما كنثقش في الكلام عادل. باش غادي نعرفك معايا بصح وماشي كتلعب بيا، خاصك تثبت لي هذا الشيء، وخاصك تثبت لي باللي بايع عمك الجيلالي وباللي عطيتيني روحك وباللي عطيتي روحك ليا. عادل كان عارفها شنو كتقصد. كان عارف باللي باش يخلي هاد الافعال تثيق ويخليها تسلم ليه السوارت والاسرار كاملين خاصو ينزل معاها لابعد نقطه. خاصو يعطيها داكشي اللي كانت كتحلم به من النهار الاول فاش دخلت فيه الفيرما. ديك الليله الملعونه في بيت الخزين فين تخلطات ريحه العطر بريحه التبن واستسلم عادل للعبه المسمومه فين غاب العقل وحضر الانتقام واستسلم لاغلال الشيطان ودخل في علاقه غير شرعيه مع مرت عمو الجيلالي. تلاقات الاجساد ديالهم في الظلام في علاقه سريه وسخونه. فاطمه الزهراء حست باللي لقات داكشي اللي بغات وقالت في نفسها: هذا هو الراجل ديال بصح، وملكاتو كليا. حيت الراجل كان قاصح وعفيف، طاح تحت رجليها ونعس معاه في الفراش الخيانه وما بقاش قادر يرجع اللور ولا يتراجع. من ديك الليله تحلت المصيده. فاطمه الزهراء طاحت في الفخ ديال الثقه الكامله. ولات كل ليله ملي ينعس الجيلالي
كتسلل لبيت الخزين وتلاقى مع عادل في السر. حتى هو عرف النقطة الضعف ديالها وعرفها باللي كتكون عطشانة وخاصو يسقيها ويبرد ليها الغدايد باش كتعاود ليه كل شيء. فين كيحط الجيلالي الفلوس والوراق الملكية ديال الأراضي في الصندوق الحديدي والكناش ديال الحسابات اللي في البنكة. في هذيك الفترة عادل كان بالليل والنهار كيمثل عليها الحب والشهوة وكيعطي هذاك الشيء اللي بغات في بيت الخزين في اللحظات السخونة، ولكن في نفس الوقت كان عقلو بارد بحال الثلج. في كل ليلة كان كيتلاقى معاها كان كيجبد ليها لسانها في الهضره وكيخلي التليفون ديالو مخبي في واحد الفرينه تما كيسجل الصوت ديالها. سجلها وهي كتعترف كيفاش ضحكات على الجيلالي وكيفاش كتوكلوا الادويه باش ينعس بكري وكيفاش ناويه تخليه يكتب ليها الفيرما وتجري عليه في الزنقه ملي تكمل الوراق. في واحد الليله من الليالي وهما جالسين في بيت الخزين في لحظه ديال الاسترخاء من بعد ما كملوا الغرض ديالهم في العلاقه الحميميه، قربت منه فاطمه الزهراء وقالت ليه وهي كتمسح على وجهه: غدا عادل الجيلالي ماشي للمدينه يصحح التوقيع عند الموثق باش يكتب لي النص في الفيرما الكبيره. الوراق واجدين، ملي غيكتبهم غنشربوا السم ولا ندير ليه شي مشكله باش نتهناو منه وتبقى لينا الفيرما كامله انا وياك حبيبي عادل. عادل ابتسم ليها في الظلام ابتسامه ديال الجوكر كتقطع بحال الموس وقال ليها في خاطرو: غدا فاطمه الزهراء غتكون نهايه الافعى ونهايه الجيلالي بجوج. اصبح الصباح في الدوار والحاج جيلالي كان خارج في ديك الصبحيه لابس جلابته وفايق بحال متمن وعينيه غايبين وجهه صفر بالدوايات اللي كتعطيه مرتو فاطمه الزهراء. كان غادي للمدينه باش يتلاقى الموثق ويكتب ليها النص في الفيرما الكبيره. اعمال عشق عينيها والغدر مع الجيلالي كان باين عليها من النهار الاول، والجيلالي ما كان فاهم والو، دوخاته سيطرات عليه. فاطمه الزهراء كانت واقفه في الباب الدار الكبيره كتلعب بالسوارد الفيرما في يديها وابتسامه ديال الشر كانت في عينيها. كتشوف الجيلالي وهو كيركب في الطوموبيل وكتقول في نفسها: سير الحاج، سير وقع على الموت ديالك بيدك، من اليوم الفيرما غتولي ديالي وانت غادي تمشي للطبيب الحماق ولا الموت غادي تاخدك وتخلي لي الساحه. غير تحركات الطوموبيل ديال الجيلالي في الطريق وبعدات خرج عادل من بيت الخزين فين كان مخبي. تم جايب شويه وجهه ما فيش حس الحشمه ولا الرحمه. فاطمه الزهراء غير شافته ضحكت هذيك الضحكه الساحره ومشات كتجري لجهته. كانت كتحس باللي هادي الباقي داك الراجل اللي طاح في الشبكه ديالها ومستعد يبيع كل شيء على قبلها.